انت عارف ان حبس عصام صاصة هو سبب من اسباب شهرة عمر فرج بتاع احنا اصحاب بلدنا؟ تعال اقولك ازاي. عصام صاصة لما كان مسجون في الفترة اللي هو كان فيها، وربنا يا رب يفك كرب كل واحد، وكل واحد وقع في مشكلة ربنا طلعه منها على خير، الحمد لله هو دلوقتي كويس. كل يوم عمر فرج كان بيعمل فيديو، يعمل ان هو نايم وبيحلم بعصام صاصة بيقول احنا اصحاب بلدنا، وبيحلم ان عصام صاصا طلع من السجن وبيغني معاه اغنيه احنا اصحاب بلدنا، بس عمر فرج بيلوح بقه كده ويقول احنا اصحاب بلدنا على اساس ان هو كده جامد وجاب طبقه عصام صاصا صح. فالمهم قعد يعمل فيديو ورا فيديو لغايه ما الفيديوهات دي قعدت تفايرل وتطلع على التايم لاين بشكل كبير جدا، واتشهر بانه عمر بقى بتاع احنا اصحاب بلدنا. ومش بس كده، لا حبيبي يا قلبي، الناس كلها دلوقتي بقت تقيم عمر فرج بناء على احنا اصحاب بلدنا وحبيبي يا قلبي. الفكره دي اصلا طلعت لما عصام صاصا اتحبس، والحمد لله هو دلوقتي عصام صاصا كويس وسط اهله وناسه ومنور الدنيا والبلد. فانا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا بقى، انك ما تبطلش تعمل محتوى حتى لو انت شايفه تافه والناس بتنتقدك او ان هو مش حلو. اعمل وكمل لربما تفيرل وتنجح زي احنا اصحاب بلدنا، وفي الاخر تيجي تشرب قهوه